سلام الله عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في تصريح مستفز للمغاربة، صرح لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الاسباني ومنتخب كرواتيا لاحدى المنابر الاعلاميه على فوز المنتخب المغربي ضد منتخب جورجيا، وقال ان حكيم زياش ما غيسجلش علينا هدف بالطريقه اللي سجل على منتخب جورجيا. وصف المنتخب المغربي بالمنتخب الضعيف وانه ما يقدرش يفوز علينا، وقال ان منتخب كرواتيا هو افضل منتخب في المجموعه بحكم انه عندنا نجوم كبار عكس المنتخب المغربي عندهم منتخب عادي وفازوا على جورجيا لانه فريق عادي حتى هو. واضاف ان منتخب كرواتيا غادي يدير اللي في جهده باش يفوز بكاس العالم ويفرح الشعب الكرواتي. ومن جهه اخرى علق على هدف حكيم زياش وقال بلي زياش سجل هدف من وسط الميدان لان حارس مرمى كان خارج بزاف وما غاديش يقدر يدير ضدنا لاننا ما غاديش نديروا نفس الاخطاء اللي داروا دفاع جورجيا. ويذكر ان المنتخب المغربي غادي يلعب ضد منتخب كرواتيا في اول الجولات كاس العالم في قطر يوم الاربعاء، وكنتمنوا لمنتخبنا الغالي كل التوفيق والتشريف الرايه المغربيه في هذا العرس الكروي. ومن جهه اخرى صرح خليل وزيش المدرب السابق للاسود الاطلس ان لقى صعوبه باش يتقبل داكشي اللي وقع ليه فاش غادر من المنتخب المغربي. واكد خليل وزيش الموقع نيت الكرواتي باللي ما غاديش يدوي على المنتخب الوطني بالخير وانه ما بغاش يدوي على تجربته مع اسود الاطلس وكيحاول يتجاوزها في اقرب وقت. ووضح المدرب البوسني باللي داكشي اللي دار في المنتخب ما كانش كافي باش يبقى معاهم وانه صعيب يتقبل شي واحد داكشي اللي وقع لكن واجب عليه يتقبل حيت اللي وقع. وهكا غنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. ما تنساش دعمونا باللايك الا عجبك الفيديو وشكرا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.